انا جاي اكلمكم النهارده عن اشهر الاخطاء اللي بقابلها في العياده واللي بتتكرر مع ناس كتير، فقلت اجمعها كده معظمها هحاول اتكلم عنها في فيديو بسرعه عشان نتعلم من الغلط بتاع الغير. اول حاجه وهي اننا اول ما نبدا دايت نحرم نفسنا من النشويات. عايزه اقول لكم ان معظمنا على الاقل عمل كده. معظم الناس اللي بتيجي هنا بتبقى جربت دايت مرة واتنين وعشرة في حياتها، سواء مع دكتور أو مع نفسها. من أشهر الحاجات اللي عملتها إنها تقطع نشويات. طب إيه اللي بيحصل لما بنقطع نشويات؟ أول ما بنشوف طبق مكرونة بنجري عليه كأنه واحد قريبي غايب بقاله 100 سنة مشوفتوش. هجري أكله من غير ما أتحكم في الكمية. اوعى تغلط الغلطة دي وتقطع نشويات. حاول تقلل أكل حاول تقلل أكلك بالتدريج. تاني خطأ مشهور جدا واللي معظم الناس بتعمله هو لما أسأل الدكتور: هو السوداني بيتخن؟ هو الموز معانا؟ هو البطاطا حلوة؟ هو الرز مش عارفة ايه؟ كل الأكل اللي ربنا خلقه ليه سعرات. ما ينفعش تاكل أي حاجة بأي كمية بحجة إنها صحية. بمعنى ان انا كتبت لحد لسه حاصل حالا، المشكله دي لسه حاصله حالا، لسه كنت كاتبه لحد سوداني في النظام اللي فات، طبعا محدده لها الكميه. قالت لي: انا اكلت صينيه. يعني اكلتي صينيه؟ بروح واجي عليها كده. مش السوداني عادي في الدايت؟ مش معنى ان الحاجه صحيه ان احنا ناكل منها كميات براحتنا على اساس ان تمام هي معانا. ما هي معانا ايه؟ ما هي تالت غلطه بقى، وهي ايه؟ نفترض ان انا عندي اي مناسبة ضعفت وبوظت. ايه المشكلة؟ عادي، ابدأ من جديد. انا هسألك سؤال: انت لما تكون رايح مشوار وركبت قطر، وبعدين في نص الطريق اكتشفت ان انت ركبت محطة غلط، هتعمل ايه؟ هتقول يلا زي ما القطر يوديني، ولا هتنزل تركب المحطة اللي انت رايحها فعلا؟ اشمعنى الدايت؟ اشمعنى الدايت اليوم اللي بنبوظ فيه بنفتكر ان كده خلاص دي النهاية؟ تمام، وخلاص كده باظت. ليه ما عندناش وسط؟ ليه يا نلتزم يا ما نلتزمش؟ خلاص يوم وبوظت وانا انسان بلخبط وغلطت، ايه المشكلة؟ ارجع ابتدي من جديد. واوعى تروح الجيم عشان لو قعدت من الجيم هتتخن. نفسي اعرف من صاحب هذه المقولة. اوعى تعمل رياضة، اوعى تمارس رياضة. جملة كده لسه سامعاها من شوية، واحدة بتقول لبنتها: اوعي تمارسي رياضة، لو مارست رياضة وقعدتي هتفشولي. قالت لها كده بالظبط، باللفظ كده بالظبط. طب ما اخلي الرياضة روتين وجزء من يومي. والله يوم ظرف معرفتش امارس، حصل لي فترة في حياتي معرفتش امارس رياضة، بعد كده ارجع تاني. اخلي المشي جزء من حياتي، يعني انا بدل ما امشي خطوات صح ارجع ورا عشان ما تخنش؟ ايه ده يعني؟ ازاي يعني؟ ايه ده؟ يعني احنا ربنا خلقنا عشان نتحرك، فاقول لا انا ما اتحركش عشان لو قعدت هتخن؟ طب اقعد ليه؟ اقعد ليه؟ ده انا احاول احافظ على الرياضه كجزء. وطبعا احنا لو كان الاكل زي ما ربنا خلقه كده نتحرق، ما ينفعش. لازم صوصات، توابل، مرقه. امال ايه؟ اكله كده عادي؟ اعمل فشار كده واكله عادي؟ اعمل اسلق بطاطس كده واكلها عادي؟ انا ما بتكلمش على البطاطس المقليه. ازاي؟ فين الكاتشب؟ فين الصوصات؟ فين التوابل؟ كمان الناس بتجيب كمية توابل وصوصات الجاهزة، التوابل الجاهزة اللي بتكون مخصصة في توابل فشار، توابل بطاطس. الحاجات دي فيها المونوصوديوم جلوتاميت. الحاجات دي بتعمل زيادة عندي في الوزن. ما بتكلمش على الاضرار دلوقتي، طبعا مضرة جدا، بس انا بتكلم انها بتحبس مية في الجسم. انا مش فاهمة ليه ما بناكلش الحاجة زي ما هي؟ ليه بنجود؟ ليه؟ انا مش هلحق اقول كل الاخطاء النهارده،
ان شاء الله في فيديو تاني هقول فيه عن كل الاخطاء عشان ما نقعش فيها، وعشان اللي كان فاكر ان هي دي حاجات عادية ياخد باله. تابعوني، وان شاء الله هنزل فيديو عن اخطاء جديدة.